سيداتي وسادتي، والآن أعزائنا المستمعين والجهداريين إلى فترة الفكاهة التالية والنشرة الكوميدية الملخصة والموجزة والمخربطة. يمكنكم الالتقاط على برامجنا على الموجة الكهنيكية الصيفية الربيعية الشتوية الخريفية، وبعاصفة بابلسكية مصحوبة بأمطار على شكل ججلوك محلي، وعلى الموجة البيرنجية التي طولها 444 جازة كودري وقوتها 220 قلبات جمده وذبذبتها خنكاريا من الجهة جنجري، وبواسطة خرخرة عورة بهاري. أيها المشاهدين والمشاهدات والجالسون والجالسات والناظرون والناظرات والحاضرون والحاضرات والغائبون والغائبات والمستمعين والمستمعات، هنا دار الإذاعة التشاكوتشية الهزلية الدرنفيسية النفطية الرملية التيرقرقشية، وعلى موجة قصيرة جدا طولها مليار سنتيمتر. أما مستمعينا خارج خط الاستواء، ومنها مقاطعة خانكو قباغا وسمايلافا وفتحلة القريبة من المحيط الأسود، فيمكنهم الالتقاط على برامجنا ليلا وعلى الموجة الإسفنجية الكيميائية النايلونية المستعارة من بائعي الإسفنج الكلاوتشية. ساعات الموجة الكوميدية اعتقد صديصة خرابية وادبيجن بانجي عايشة بيا عن هشتازية على كل نقوسكنية افتازية، وتشير الساعة إلى تشارو تشاردا دقيقة وتشاردا ثانية وبس خبر دي حسب التوقيت التشيركي لنفيجاس بي دي. الموجز: إصابة شخصين بمرض التطمة بالقرب من باروشكا نتيجة تناوله ما يقارب 45 كتل من نوع الطرشك الشديدة الفاعلية للمعدة. وصول السيد الدرنفيس أفندي مع عائلته إلى مدينة النجارة بزيارة عاطفية. مقتل شخص وجرح شخصين في معركة حامية بين بعض المزارعين ومجموعة من الكلاب الهارو غوريخ. اصطدام قطارين من نوع لقمة في ميناء المري. معارك دامية بين القصاصيب والعلوتشية. عملية انتحارية جماعية بالأحزمة الناسفة أدى إلى مقتل 85 من العلوشيش. ومن الموجز إلى التفاصيل. باروشكي: ذكرت وكالة الأنباء الخستخانية نقلا لوكالة الأنباء الباطنية بأن شخصا أصيب بمرض التطمة. وقد ذكرت وكالة الأنباء العيجية البنفسية بأن الإصابة جاءت نتيجة تناوله ما يقارب 45 كتلك من نوع الطرشك الشديدة الفعالية للمعدة. وقد ذكرت وكالة الأنباء بأن جرانيخا هائلا تدور روحها الآن داخل بطنه، وأن النافكوية الرفيهات بريكويد أشترسة، وما زالت المناوشات والمصادمات والمظاهرات جارية وعلى جانبي البطين الأيمن والبطين الأيسر، وأن المدفعية المضادة للبكتيريا من طراز إيسك ما زالت تقصف وبشكل بنفسي المواقع القريبة حتى ساعة إعداد هذا الخبر. النجارة: سافر السيد الدرنفيس أفندي مع عقيلته السيدة سكولسبانا على ظهر باخرة تدعى جلاتين بزيارة عاطفية إلى مدينة النجارة تستغرق عدة ثواني. ولدى وصولهم كان في استقبال ما السادة البراغي والصمونات، واحتشد جماهير غفيرة من المسامير المعوجة على الطرق الرئيسية. هذا وقد نقل السيد الدرنفيس تحيات السيد تشاكوش أفندي الوكيل العام للسكراب خانة وتمنياته للمسامير والبراغي بمزيد من الصمود والتأكسد ضد الزنجار. هذا وقد عادوا إلى بيوتهم مغرب قدرنك. دار هوزان: قتل رجل وجرح رجلين في معركة حامية في إحدى النهالات التابعة لمقاطعة دار هوزان بين بعض المزارعين ومجموعة كبيرة من الكلاب الهارو غوريخ معظمها من نوع اتش هرج، أثر كمين قام بها الكلاب في إحدى النهالات التابعة لتلك المقاطعة. وقد ذكرت وكالة العوعو الحيوانية بأن المزارعين استخدموا في المعركة مختلف أنواع الأسلحة، ومنها القازمة والمربيل والسلاح الأبيض من نوع جوبال وخيزران دفاعا عن النفس. ولم يذكر الأنباء عن خسائر الكلاب، بينما ذكرت وكالة التشريس بريس الصادرة في إحدى الجنيكات القريبة بأن كلبا واحدا فقط جرح وهو ينهزم بالإشقلكة، وإن إصابته خطيرة وبالغة. سيداتي وسادتي، نواصل تقديم النشرة الكوميدية والمخربطة. المرئ: اصطدم قطارين من نوع لقمة في ميناء المري، وأدى الحادث إلى وفاة 20 حبة من الفاصوليا و50 حبة من الرز، وجرى 10 حبات من الدانقط والهيركا صافاري. وقد ذكرت وكالة الأنباء الواردة بأن دماء الجرحى كانت معظمها معجون الطماطم. سيداتي وسادتي، فاصل إعلاني قصير ونواصل تقديم النشرة الكوميدية والمخربطة.
ئاگاداری وەزارەتی تەندروستی بڕیار دایە بۆ هەمی هونەرمەندێن کوردستانێک و ئەفسترانێ الخارێ هیچ شێوەیەکێ نەئێنە گوتن جبر ئێشە تەیرکە ئەنکو ئەنفەلەوەنزە الطیور وإلى إشعار آخر وسترانجي أبدا قولنجو أسكابوكم دنجي بوري كويامنا بلبلو أسطيرم تبيني يعني ملاحظة أفترنا نائنا قوتن الآهنجا وديلانا وكوچكا ونابد قهداريا وانسترانا بيتا كرنت كاسيتا وسيديا دا بس حق استران بيجي هاي وانسترانا بخط خودا بيجد وبس والقل ساخو سلامتيا همي قهدارا جفي إيشان فلوانزا الطيوريا طيركا. سيداتي وسادتي نواصل تقديم النشرة الكوميدية والمخربطة. الحي الشعبي. نشبت معركة عنيفة وحامية بين القصاصيب والعلوشية في الساعة 4 من تشيركي فجر اليوم، وقد استخدم القصاصيب مختلف أنواع الأسلحة منها الساطور والسكاكين والقامات المحلية الصنع، كما يستخدم القصاصيب في المعركة رمانات هجومية من طراز بيض غنم. وقد أدى المعركة إلى فقدان 20 يشماغا من العلوشية، وجرى 7 آخرين من العلوشية بجروح خطيرة معظمهم بشظايا الهستي ومستي. وقد ذكرت وكالة الهستي ومستي للبريس بأن 4 طائرات حربية تابعة لمؤسسة العلوجية للطيران قد حلقت على سماء المعركة. وقد تصدت المدفعية المضادة للجو التابعة للقصاصيب من نوع بردقاني والتيركوفان الطائرات المغيرة، وأجبرتها على الفرار والهبوط الاضطراري في مطار مجكو الدولي في القاعدة السلمية لشنغال الشوتي قرب دائرة كهرباء الزاخو. فاصل قصير والنشرة المخربطة مستمرة. إعلان: يتشرف السيد الجهاز الهضمي بدعوتكم لحضور حفلة زفاف ابنه الكبد إلى ابنة عمه المعدة في فندق البنكرياس مقابل العشاء الدقيقة في شارع الاثني عشري قرب الدورة الدموية الكبرى. سيحضر الحفل السيد القلب المحترم مع أولاده الأربعة، البطين الأيسر والبطين الأيمن والأذين الأيسر والأذين الأيمن. وستشارك في الحفل المطربة المشهورة الحنجرة والراقصة المحبوبة البلاعيم، وستوزع الشرايين الشربة مجانا، وستقدم الخلايا بأعشاب فاخرة. ملاحظة: يرجى عدم استصحاب الأسنان اللبنية إلى الحفل. سيداتي وسادتي، واصل تقديم النشرة الكوميدية والمخربطة. بيغوفا. ذكرت وكالة الأنباء الواردة من بيغوفا بأن ما يقارب 70 إلى 90 علوشيشا قد لقوا حتفهم في أكبر عملية انتحارية بالأحزمة الناسفة بالقرب من أحد الحقول التابعة لمقاطعة بيغوفا على بعد 10 كيلومترات شمال شرق مقاطعة قمرية. وقد أدى الحادث إلى ارتفاع أسعار اللحم والسمك والبنزين وكثير من الحاجيات المنزلية المهمة. أعزائنا المستمعين، وينضم إلينا مراسلنا شيفان غافان صالح من قمرية. شيفان. نعم بلفان. ما هي تداعيات هذه العملية الانتحارية الجماعية الضخمة من قبل جماعات كبيرة من العليشيش، وما هي سر أسباب العملية الانتحارية في ظل هذه الظروف بالذات؟ نعم بلفان، العملية الانتحارية من قبل جماعات من العليشيش جاء في تمام الساعة 7 من صباح اليوم، أدى إلى مقتل ما يقارب 85 علوشيش معظمهم في عملية انتحارية بالأحزمة الناسفة. شيفان، ما هي أسباب وتداعيات هذه العملية الانتحارية من قبل جماعات كبيرة من العليشيش؟ بلفان، أسباب وتداعيات عملية انتحارية من قبل جماعات عليشيش واضحة، خاصة متزامنة ومنذ عدة أشهر بظهور مرض فلونزا الطيور. ومعي الآن مختار القرية ليوضح لنا تفاصيل العملية أكثر وضوحا باللغة الكردية. أبروستيكو أبا بترج دومونغو هروش كومبين الديف كومبينة تتكرن النوف بينو علوشيشو مريشكو وديكلو وبتويبات عشيرو علوكو وعلوشيشو جيقلك ناروزي بينو خويا ديار كيرينا ودليوان بوانفا دسوجت ودبيجنا ايكو دو كو ام علوشيش بين فقيرو امت خودة ديتين وزنجينو وسطات جيرن حتى امت خورين ورسمي مال سر سنجي هزار مطعم و شارع هبون ونوكام رزيل بينا وكسب مرازينا بت وكسب منا خود وكسب مرازينا بت ووصام رزيل بينا وحق ما دي أبا بيت ودي زيداتير بيت حتى هم فلوانزا طيورش ما بيت.
نعم بلفان. شفان قافان مراسلنا نبين قمرية وبيقوبا هزار رحمل ديبا بيتا ويتاجي. ومن الأخبار الاقتصادية وأخبار المال والوقود والمحروقات. اجزاخو حتى تركيا وبدريزي تانكرين غازي وبانزينة ايكل بش ايكي ساكنينة وبانزين الزاخونينة. البانزيغان الحكومي بانزين اشنيسكي كيف جيبو فقيرينينا والسرجادة مسيرين دولكا ودبيان بانزينة هميجي الرئيس بينا وهميجي تجينا وبشافي بيكامين غازي وبانزينة بو مصفى قويان القسروكي ودشتتخي تشوينا وأفا سعر اللتر بانزينة بو مواي نيف ساعتي ايك بانزينا سبي زايدن لترك آفا معقم اتناف دابت 650 حتى 1000 دينارانا. دو بانزينا زر لترك زايدن لترك آفا تانكي 500 حتى 750 دينارانا. سي بانزينا برتقالي صبغة نافدا لترك غازي اتناف دابت 750 حتى 1000 دينارانا. 4 بانزينا مضخية معلوم نينا تشل نافتيا لتر 750 زايدن 1000 دينارانا القل رزالة سراي. ومن الأخبار الرياضية المحلية جاءنا توا على ملعب بسيكا زاخو القديم وفي السوق الطاري جرت عصر هذا اليوم تصفيات بطولة سالو الأولمبية بالدامان المفتوحة دون سن 75 سنة. شارك في البطولة 12 بقالا بطال وعطالا و9 من أصحاب المقاهي الشعبية ومجموعتين من البيرامير والاختياريين. وقد فاز في المباراة الخبير الداماني جون تتري على منافسه مارا حاجو ب15 كش مقابل كشين وتستمر البطولة حتى رجا قيامته.